عارف إن في عملية غريبة جدا بيقدروا يحولوا فيها سنك لعدسة عشان ترجع تشوف تاني؟ أيوة صحيح، سنك حرفيا، ده مش خيال علمي، دي العملية دي بيعملوها للناس اللي فقدوا البصر بسبب تلف شديد في قرنية العين. يعني الطبقة اللي قدام في العين بقت معتمة وما بيدخلهاش نور خالص، فالأطباء بياخدوا جزء صغير من سنك وبيشكلوه عشان يبقى حامل لعدسة صغيرة جدا. بس الغريب بقى إنهم قبل ما يركبوها في العين بيزرعوها في خدك الأول. ليه؟ عشان تبدأ تتغذى وتتكون فيها أوعية دموية وتبقى حية بيولوجيا، وبعد كام شهر لما تتأقلم مع جسمك بياخدوها ويزرعوها جوه العين مكان القرنية التالفة، والنتيجة عدسة طبيعية وحية بتسمح للنور يدخل تاني وبتخلي ناس كانت عامية تماما ترجع تشوف. غريبة جدا مش كده؟ بس أكيد عبقرية، والطب كل يوم بيبهرنا بحاجات مش ممكن تتخيلها. تابعني بقى عشان تعرف كل جديد وغريب في عالم الطب. ما تنساش تضغط لايك وشير، وشكرا.